هلا بالمستمع الكريم، لكم التحية والتقدير. واليوم جيناكم بردم مدينة الحلبي. ومدينة الحلبة دي لعبت عليه واحدة حبشية وهو قايلة ضحكة، والحبشية دي يا ناس عمل منا حسابكم بترمي السودان بالبطال، وفي النهاية بتعيب السودانيين. السعاين عيبت النصيبة دي كيفين. وأنا هنا بقول له حفرة واقعد فيها، احفر حفرة وقعد جعبتك كده فيها جوا. انت كده مرتاح يا ابو شنب؟ احفر احفر، عايزين نشوفك. اقعد كده، اقعد كده بالطريقة دي كده، اقعد كده بالجنبة. ربي بحادث سريع يوديك، وحتى الحبشية مايل بتلعب بيك. أنا والله مقاشرك من مديد تقديك، وتاني والله يحسن عليك أديك. يا شباب تعالوا شوفوا الله في الجديد. كمان بتقول له يا بشنب بحفر شديد. كلامي بيجيك والله بالتحديد، بحادث وقت ما تحضر العيد. الكلام ما في الشنب، الكلام في العقول. وتاني ما تقول سوداني يا منعول، ما بتخجل عليه فضيحتك دي يا زول. بالحرب تقدك بالعرض والطول، ودي عريانة عرض ما في والي بهديها. وانت تافي زي دي انا بالله بباريها. عاين كمان بالحفر بيساعد فيها، بتقابل كيف الجهل من الدوشيها. عاين خرب الشنب ده كيف يا الاخوان، ده تاني عنده وجه بقابل النسوان. حتى الحبشية بتقول لك احفر حفر للدخان. من مدينة الحلب عرفتك ذو الحيوان، ومن مدينة الحلب عرفتك ذو الحيوان. تقبلوا تحياتي موسى والدبدوم الحساني.